سنة 2006 في محافظة الجيزة كان ساكن هناك شاب اسمه حسام، عنده 24 سنة، وكان عايش مع عيلته في حي من الأحياء اللي هناك. وجمع استدلالات وضبط وما تم ضبطه من مراسلات على صفحة الإنترنت الخاصة بموقع المتهمين الإلكتروني، فضلا عما تنطوي إليه عبارة تبادل الزوجات ستات وبنات من معنى الخدش الحياء العام والنيل من الآداب العامة التي يقوم عليها المجتمع المصري العربي ذو الثقافة الشرقية، والتي تبتعد كل البعد عن استخدام تلك الألفاظ والعبارات. أما بقى أبوه كان اسمه كامل، وكان راجل على خلق متدين جدا، وكان شغال مهندس في شركة من الشركات الكبيرة. أما أمه فكانت موظفة في بنك. حسام كان ابنهم الكبير، وكان ليه أخت وحيدة وهي كانت أصغر منه بكذا سنة. حسام ده كان خريج كلية تجارة جامعة القاهرة. في الوقت ده أبوه اشتراله شقة في مدينة بدر وكتبها باسمه، ودي كانت هدية نجاحه. وبعد ما خلص تعليمه الجامعي اشتغل محاسب في نفس الشركة اللي أبوه كان شغال فيها. وبالنسبة لأخته الصغيرة، فبعد ما خلصت تعليمها واتخرجت من الجامعة، ربنا رزقها بعريس محترم واتجوزته واستقلت بحياتها. وأول ما حسام وصل لسن ال24 شاف إنه جه الوقت بقى علشان يتجوز ويكون أسرة ويعيش حياة مستقرة. وده طبعا لأن ظروفه المادية كويسة. وأول ما أبوه لقاله عروسة قاله لأ، هو مش هيتجوز بالطريقة التقليدية، هو عايز يتجوز عن حب. أبوه جهز له كل حاجة فورا هو كان محتاجها، وفرش له كمان الشقة اللي هو اشتريها له في مدينة بدر. ومن ناحية حسام كان متحمس جدا ان هو يلاقي العروسة المناسبة ليه. وزي ما قلتلكوا هو كان عايز يتجوز عن حب، وعايز كمان مواصفات معينة في عروسته. وفعلا ده اللي حصل، علشان حسام اتعرف على بنت عن طريق اصحابه، وتقريبا كانت نفس المواصفات اللي هو كان عايزها. والبنت دي كانت اسمها غادة ومحترمة جدا. وبالنسبة لحسام اتشد ليها وهي كمان اتشدت ليه. ولما اتأكدوا من مشاعرهم ناحية بعض كلم أهله عنها وقال لهم ان هو مقتنع بيها وانها مناسبة جدا ليه. ابوه وامه ما اعترضوش وتقدموا للبنت. وبعد فترة حسام وغادة اتجوزوا وحياتهم كانت سعيدة جدا. وبعد كام شهر من الجواز غادة عرفت انها حامل، وكل اللي حواليهم باركولها. وبعد كده ربنا رزقهم ببنت جميلة. بس بعد الخلفة حياتها اتلخبطت جدا، واهملت حسام وما بقتش تشوف طلباته، ويومها كله كان ضايع في رعاية بنتهم الصغيرة. وحسام كان مقدر ده كويس جدا. وبعد شوية وقت حسام ما بقاش قادر يتحمل اهمال غدا ليه، وبدأ يتضايق ويعترض ويطالبها بحقوقه الشرعية بدون قيود ولا اي اعذار. علشان كده المشاكل بدأت تظهر في حياتهم. وبقى حسام يعترض على مراته في كل حاجة، وبقى يعمل معاها خناقة على اي سبب. يعني ساعات تكون المشكلة ملهاش اي لازمة ويعمل معاها مشكلة كبيرة قوي. لكن الموضوع ما وقفش لحد كده. غادة بنتها أول ما كبرت وكملت ال3 سنين اشتغلت مديرة حضانة في مدينة بدر. وده طبعا وده طبعا خلاها تبقى مشغولة أكتر عن حسام. حسام حس إن هو استعجل قوي لما خد خطوة الجواز دي وهو كان لسه صغير. قفل على نفسه باب اوضته ورجع تاني لحياته اللي هو كان عايشها. محدش كان يعرف عنها حاجة، وهي متابعة الأفلام. وبعد فترة لاحظت غادة بعد سكوته، ولاحظت كمان غيابه بالساعات لوحده في أوضته المكتب. وحاولت تراقبه علشان تعرف هو بيعمل ايه ولا بيكلم مين، وبيقعد بالساعات ده كله في الأوضة لوحده ليه. أول ما عرفت باللي هو بيعمله اتضايقت جدا، وحست إنها متكسرة كده، وحست إن هي مقصرة معاه. وحاولت تكلمه وتفهمه إنها زعلانة من نفسها وحاسة بالذنب من ناحيته. بس كلامها معاه وبالشعور بالذنب ما منعش حسام برضه من متابعة الأفلام. واللي حصل كان العكس، حصل اللي انتوا عمركم ما تتوقعوه. حسام صرح لغادة عن ميوله وإن متابعته للأفلام دي بتكون مخلياه سعيد، وعرض عليها ان هي تتفرج معاه. بس غادة كانت رافضة. وفي الاول بعد الحاح منه كتير قوي عليها اتفرجت معاه. بقى هما الاتنين بيقلدوا كل اللي هما بيشوفوه. وبعد شوية وقت ولما عدى شهور بدأوا يحسوا بالملل. وحسام بقى برضه حاسس ان هو ملان كده، مش لاقي حاجة يعملها جديدة. فضل يدور على اي شيء جديد علشان يكسر الملل وبين الروتين ده. ولحد ما تيجي في دماغه فكرة شيطانية، وان هو لو شاف مراته مع راجل تاني ده هيكون بسطه جدا. وبعد تفكير طويل حسام قال لغادة على اللي في دماغه، وطلب منها انها توافق على الموضوع ده وينفذوه بالفعل. ومن بعد ما غادة كانت رافضة وافقت وبعد إلحاح برضه عليها. وبدأوا الاتنين يحطوا الخطة للبحث عن الشريك التالت، بس ما لقيوش الشريك التالت اللي هم كانوا عايزينه. وبعدها تيجي فكرة لحسام ان هو يخش على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ويبحث على جروب لتبادل الزوجات. والفضول خلاه يتابع الجروب ده لمدة 6 7 شهور علشان يفهم يعني ايه تبادل الزوجات وازاي بيتم. وبعد ما فهم وعرف كل التفاصيل قرر هو وغادة ان هما يعملوا جروب خاص بيهم. وبالفعل بدأوا في تنفيذ الخطة. وحسام عمل اكونت وهمي كده على المنصة دي، وبدأ
سماه تبادل الزوجات للجادين فقط، وكتب رسالة تظهر لكل اللي يدخل الأكاونت، وقال فيها إنهم لازم يكونوا قابل وإنهم من القاهرة وبيدوروا على قابل زيهم ويكون عندهم نفس الرغبة لتبادل الزوجات. حسام اتفاجئ قوي من الإقبال الشديد عليه، وإن كان في كم كبير من الرسائل بيوصلوا له كل يوم، ومعظمها من أشخاص بيطلبوا انضمامهم لتنفيذ الفكرة دي. وده طبعا معناه إن حسام يفكر في إنه إزاي هينفذ اللي في دماغه ده، وفي نفس الوقت يكون مأمن نفسه ومأمن مراته. وبعد ما فكر في الموضوع وصل ل4 شروط علشان لو توفروا في المتقدمين ليهم ساعتها هيكمل معاهم لعبته الملعونة. وكان أول شرط ليهم إن هم يكونوا زوجين حقيقيين وبعقد رسمي مش عرفي، والشرط التاني ان هم يكون مستواهم المادي عالي، والشرط التالت ان هم يكونوا مثقفين ومستواهم الفكري عالي وشكلهم يدل على انهم من بيئة راقية. اما الشرط الرابع بقى ان حسام وغادة لازم يرتاحوا للزوجين التانيين ويحس معاهم بالانسجام. بعد ما حسام حط الشروط دي اتواصل معاهم برضو اشخاص كتير قوي، وفضل ما بينهم كلام لحد ما اتعرف على الشخص واتعرف عليه الشخص ده، واتقال له ان هو حابب الفكرة قوي ومستعد هو ومراته للتنفيذ. ولما حسام حس ان الشخص ده مناسب طلب ان هو يقابله، ولما شافه مرتاحلوش ورفض له المقابلة وعمل له بلوك. ومن يومين غادة اتعرفت على زوجين وقالت لحسام عنهم، فدخل حسام اتكلم معاهم وعرف ان الزوجين بيشتغلوا في دولة عربية ونازل اجازة، وانه بعد فترة هيرجع تاني. وبعد ما حسام اتعرف عليه هو ومراته لقى فيهم كل المواصفات المطلوبة. وفي المرحلة التانية هي تبادل الصور مع بعض كلمات على الابليكيشن، وفتحوا الكاميرات لبعض وشافوا بعض، وحسام ارتاح لهم جدا وحس انهم مناسبين، وكل المراحل تخطوها بنجاح، وبكده وصلوا للمرحلة الأخيرة وهي تنفيذ الفكرة. حسام بقى وغادة عرفوا عنوانهم وراحوا لهم بيتهم، وده طبعا اللي كان في فيصل. وبعد ما رحبوا ببعض قعدوا يتكلموا ويهزروا ولعبوا كوتشينة، وكان الهدف طبعا ده من اللي حصل هو كسر الرهبة وما بينهم علشان يتخطوا حاجز الخوف. وبعد دقايق ال4 دخلوا، وبعدها كرروا الموضوع ده كذا مرة. وبعد فترة الزوجين اجازتهم خلصت وسافروا للدولة العربية اللي عايشين فيها. وبعدها حسام رجع يدور على قابل تاني وتعرف على شخص بيشتغل في بنك وساكن في التجمع الخامس، ونفس اللي حصل المرة الأولانية حصل برضو في المرة التانية. وبعد كلام وهزار كتير وهم قاعدين بيتهزروا وبيضحكوا مع بعض، غادة اتفاجئت بان الزوج بياخدها على اوضه النوم، وحسام ما اعترضش وسابها تدخل معاه عادي. وبعدها بدقايق حس كده ان هو غيران عليها، فخد مرات الراجل التاني ودخل معاها على الاوضه التانية. وبعد شويه انتهت المقابله، بعد ما روحوا حسام بيسأل مراته اتبسطتي ولا لا، قالت له لا انا ما اتبسطتش، وكانت متضايقه جدا. وبعد اسبوعين الراجل اتصل بحسام تاني وقال له ان هو عايز يعيد المره دي، فحسام وغادة وافقوا وراحوا لهم تاني، بس المرة دي كانت الزوجة التانية للشخص اللي هو كان موجود معاهم الأول. وحسام استمروا بعض الناس دي لمدة 3 شهور، وفي بداية شهر مارس 2012 اتعرفوا على قابل جديد وكان اسمه محمد، والزوجة اسمها مي، والاتنين كان متوفر برضو فيهم كل الشروط. وبعدها اتكلموا في التليفون مع بعض، وحسام طلب ان هو وغادة يقابلوا محمد ومي. طبعا حصل نفس اللي بيحصل كل مرة، ان هما بيروحوا لهم شقتهم بيشوفوهم هما فين ويروحوا لهم شقتهم، وشقتهم المرة دي كانت في المهندسين، ووافقوا وكانوا مرتاحين جدا. وبالتاريخ 12 مارس 2012 وبالتحديد يوم الخميس بالليل الأربعة اتقابلوا في كافيه بميدان لبنان بالعجوزة، وقعدوا يتكلموا مع بعض، وكان واضح عليهم الانسجام قوي، وكان نظرات الإعجاب متبادلة. وما بينهم في القعدة اتفقوا على كل التفاصيل. وبعد ما خلصوا كلام الأربعة استعدوا علشان يروحوا الشقة بتاعتهم بتاعت محمد. وقبل ما يتحركوا من الكافيه فجأة وبدون إنذار المكان كله اتحوط برجال الأمن، وحسام وغادة اتسمروا في مكانهم ومعرفوش يهربوا. وبسرعة تم القبض على الأربعة وعلى مديرية أمن الجيزة، واللي هناك بياخدوا صدمة تجمد الدم في عروقهم، وهو إن الزوج محمد هو الرائد محمد حسين، ومي هي مساعدته، وتم تعيينها لتنفيذ الخطة والإيقاع بالمتهمين. ومن اللحظة دي كل حاجة اتغيرت، وحسام وغادة هتبدأ محاسبتهم على أفعالهم المشينة. ومع وصول القضية للنيابة اتفتح التحقيق معاهم بسؤال، والمتهم الأول هو كان اسمه حسام وكان عنده 30 سنة ومتجوز من غادة عبد النبي من حوالي 5 سنين، وإنها شريكته في ممارسة دعارة تحت مسمى تبادل الزوجات. وبفحص موبايله الشخصي اتضح إن هو معاه خطين،
وقال كمان ان الخط الاولاني مستلمه من شغل والخط التاني اشتراه من غير عقد، وكان بيستعمله في المكالمات والتعارف والتواصل مع الازواج واللي كان بيعرفهم من الابليكيشن ده بدون ذكر اسماء. وعن طريق صفحته لما بيطمن للاشخاص اللي بيتعرف عليهم وبيكلمهم كويس من رقمه الاساسي، ولما جهات الاتصال بتتحقق وبتستكمل فحوصات الموبايلات لقوا صور لغادة وهي في أوضاع مش كويسة، وكمان كان جسمها فيه بعض العري كده. ولما حسام اتسأل عنها قال إن هو كان بيصورها الصورة دي علشان يبعتها للأزواج وبيتم اختيارهم، وفعلا وده طبعا لإثارتهم وتأكيد جديته هو ومراته. وكمان كان بيكتب على جسمها كلمات زي مثلا كلمة تبادل ولتأكيد الرغبة، وكمل كلامه في أقواله وقال إن هو كمان تعرف على زوجين مقيمين في دولة عربية وطلب الزوج منه إن هو يبعت له صور لمراته التانية، وهو كان برضو مكتوب على جسمها نفس العبارات وتم الاتفاق عليها، وده علشان يتأكد إن الصور دي بتاعتهم فعلا وإن هم أشخاص حقيقيين. وفعلا حسام كمل كده وكتب كمل العبارات وعلى جسمه وجسم مراته وأرسلها للزوجين، وقال كمان إن هم اتعرفوا على 3 عائلات وعملوا معاهم كده. كان في زوجين من منطقة العمرانية في فيصل، وآخر زوجين كانوا في التجمع الخامس. وبعد كده اتعرفوا على محمد ومي وكانوا هم السبب في القبض عليهم. واستكمل كلامه بأنه لو ما كانش اتقبض عليهم كان هيستمروا عادي في البحث عن الأزواج. وبسؤال حسام كان بيتقاضى مقابل مادي لأفعاله دي، قال له لأ، هو ما كانش بياخد فلوس مقابل الحاجات دي، وقال ان هو حر يعمل اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه في مراته، سواء تصويرها او ان هو يعمل فيها اي حاجة، دي مراته ومحدش ليه دعوة. طبعا عشان احنا في بلد عربية واسلامية الكلام ده ما ينفعش. وبعد ما انتهت نيابة العجوزة من التحقيق مع المتهمين، أرفقت داخل التحقيقات إذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بمنطقة ميدان لبنان، وكمان تسجيلات الصوت والصورة، تسجيل كاميرات المراقبة وأجهزة الأمن اللي سجلت كل حاجة هم قالوها المتهمين، وكمان المحادثات والرسائل اللي كانت بينهم وبين الرائد محمد والمساعدة مي. وتحولت القضية المتهمين لمحكمة جنح العجوزة، والنيابة وجهت لهم تهمة الممارسة والدعاية عنها عن طريق الإنترنت. وبتاريخ الاثنين يوم 16 يوليو سنة 2012 صدر الحكم على ومعاقبة حسام بالسجن لمدة 7 سنين مع الشغل والنفاذ، وكمان الخضوع لمراقبة الشرطة لفترة طويلة مماثلة لفترة الحبس. ومعاقبته المتهمة غادة عبد النبي بالسجن لمدة 3 سنين مع الشغل والنفاذ، وكذلك برضو الخضوع على مراقبة الشرطة لفترة طويلة. حسام وغادة مش آخر قضية حصلت في التبادل دي، ده للأسف اتقبض على أشخاص كتير بعدهم وكان عندهم نفس التفكير الشيطاني ونفس الانحراف السلوكي. تبادل الزوجات هي قضية يخجل منها أي شخص حتى هو بيسمعها. العقل يفضل يفكر هم مين الأشخاص دول وازاي قادرين يعملوا كده، وعادي ازاي يجيلهم هم قمة الرخص والفجور اللي هم بقوا فيها ده أصبح طريقهم عادي من خلال الاطلاع على قضايا مماثلة زي كده. وغادة بقت كلام مش في مصر بس، ده الكلام اهو في دول عربية ودول تانية. ان هو كان جايله اقبال كبير قوي وكم من الرسائل وكم من الحاجات على الجروب اللي هو عمله، يعني معنى كده ان الفكرة شغالة في دماغ الناس. وبكده اقدر اقول ان بمختلف القضايا ومن النوع ده بيبقى الاسماء مختلفة لكن الفعل والجرائم واحدة، وفي النهاية كان لازم نسلط الضوء على القضية دي علشان ده نوع من انواع اشتباه البني ادمين اللي هم هيبدأوا ينتشروا في مجتمعنا العربي، ولازم يتم الاتخاذ اشد العقوبات تجاههم علشان نحمي مجتمعنا من فكرهم الملوث اللي بالطريقة دي. وده طبعا ملوث منافي للطبيعة البشرية والفطرة السليمة اللي ربنا خلقنا ليها وعليها. ولحد هنا تكون انتهت قضية النهاردة، واشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش فيها، وتعملوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. ده طبعا بيدعمني ان انا اقعد انزل قضايا جديدة وقصص جديدة اكتر واكتر. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتعملوا لي تفعيل زر الجرس، وكمان تكتبوا تعليق بيبقى حلو قوي منكم. واشوفكم في حلقات تانية كتير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.